السلام عليكم متتبعينا العزاز. نتمنى هاد القصة تلقاكم على أحسن ما يرام. نتمنى هاد القصة تلقاكم بصحة جيدة، ونتمنى المحتوى ديالي يكون في المستوى ديالكم وفي المقام ديالكم. قصتنا اليوم هي ديال الأخت لطيفة اللي كتعاود لينا على قصة حياتها والخيانة الزوجية اللي طرات لها ما بينها وبين الزوج ديالها اللي لقاتو مع جارتها. المهم على تباركة الله غنبداو لكم في القصة ديال الأخت لطيفة. قالت لك لطيفة: ملي كنت كنقرا في المستوى ديال البكالوريا تما كان مستمرة في القراية ديالي، ولكن كنلاحظ راسي انني كل عام كندوبل. تما اضطرت المؤسسة انها تعطيني طرد، وملي خرجت من ديك المؤسسة درت الدبلومات ديالي في التكوين بالنيفو باك. ومن بعد قعدت في الدار شي عامين وقلت مع راسي بلا ما نضيع راسي خاصني نمشي نخدم في شي حاجة، ولو النيفو اللي عندي ماشي شي نيفو ولكن خاصني نقلب. مشيت كنقلب في مدرسة ديال بريفي، ولكن اي مدرسة كتقلب من الباك الفوق ومن الاجازة كاع. لاحظت قالت لي واحد المدرسة استقبلاتني قالت لي لا بغيتي تخدمي مرافقة. ايوا تما فاش نخدم مرافقة المهم غير ما نقعد في الدار ونغطي الاحتياجاتي الخاصة بحال الحمام وداكشي، المهم حوايجي وداكشي اللي كيخاصني بلا ما نقول لبابا وماما ارى. المهم الحمد لله هنايا فاش غنخدم، ملي غنخدم كنخدم في ديك المؤسسة عرفتوني الخدمة ديال المرافقة. كنفيق مع الصباح البكري كنمشي. المهم كان انا اللي مسؤول على الدراري اللي كنطلعهم الترونسبور، ومن اللي كنكون في المؤسسة كان هادو الدراري اللي كيكونوا في الروض انا المسؤولة عليهم. كنديهم الطواليطات وكنوقف معاهم حتى ياكلوا الكوتي ديالهم. المهم واخا مهنة مكرفسة شوية ولكن احسن من والو. من بعد انا ملي كنتمشى في ترونسبور يعني ملي كنديو الدراري وكنجيبوهم كنلاحظ ان واحد السيد جا في السول في المؤسسة ولقاني فم المؤسسة كنتسنى الدراري باش يجي الترونسمون الثاني ديال الترونسبور باش كل واحد نقول ليه فين غيمشي. جا واحد السيد كيسولني في الاداره قال لي انا العم ديال هيثم وبغيت نسول عليه. المهم ديته الاداره وشرفته بالمدير قلت ليه ها هي الاداره. ملي خرج قال لي واش نتيا هي المرافقه ديال الترونسبور؟ قلت ليه هي. قال لي الا كان ممكن بغيت نسولك على ولد خويا هيثم كي داير التصرفات ديالو، راه سولت فيه في الاداره ياك ماشي مشاغب ياك زعما ما كيدير لي بيتيس في ترونسبور ياك. المهم انا غنقول ليه المهم الدراري ديال اليوم راه عرفتيهم كيطيروا مع الطيور، وكنضحك معاه قلت ليه الحمد لله. المهم غير يقرا هذاك الشيء كامل راه من المسؤوليه ديالنا، والدراري في هذا اللاج ضروري يكونوا كيديروا لي بيتيز. ايوا صافي من تما الحمد لله مشى. قال لي من بعد طلب لي قال لي الا كان ممكن تعطيني نمرة التليفون على حساب باش مره نسول في هيثم. قلت ليه بكل شرف. المهم لقيت ليه النمره ديالي، واصلا النمره ديالي كنعطيه الناس كامل كنعطيه لي مامون يعني باش يسولوا في ولادهم واش غيجي ترونسبور في توقيت فلاني ولا. المهم النمره ديال الترونسبور ضروري تكون عند الناس، تكون عند الناس اللي عندهم وليداتهم. يعني هذيك النمره اللي عطيت ليه ماشي النمره الشخصيه ديالي، غير النمره ديال الخدمه، حيت هادشي ضروري كيطلبوه لينا في الخدمه. كيقولك النمره ديال المرافقه خصك تكون عند ديال عند العائله ديال التلاميذ. من بعد لاحظت ان هذا الشخص كيصيفط ليا في الواتساب بزاف وكيسول فيا وكيسول في ولد خوه. وكنلاحظ من بعد انني تعلقت بهذا السيد وكنهضروا انا وياه بزاف. يعني بحال هو كيبغي يتعرف عليا، كيقول لي فين ساكنه، اش من شارع نتيا اش كيقولوا ليكم. المهم لاحظت انني كل نهار كنهضر معاه كنسول فيه كيسول فيا. من بعد تعرفنا مزيان
وصافي. من بعد السيد قال لي راني ناوية معاك معقول، وانا بغيت نتعرف عليك مزيان حتى نتعرف عليك، وديك الساعة الا بغيتيني نتزوج بيك مرحبا وسهلا. حتى انا بكل صراحة كيعجبني السيد بزاف. ومن بعد غيجي واحد ولد خالتي اللي كان في اوروبا، هو يبغي يتزوج بيا. جا ديك الساعة سولت خالتي على الوالدة ديالي، المهم طرقات معاها الموضوع ديال الزواج. قالت ليه ولدي محسن بغا يتزوج وما غنلقاش احسن من بنتك. المهم انا طرقت معايا الام ديالي والاب ديالي، طرقوا معايا الموضوع، وقلت لهم انا باقي ما كنفكرش في الزواج وانا بغيت نخدم. وانا المهم كنعطيهم الاعذار حيت انا مع هاد السيد و... وزعما ما بغيتش نخسرو من يديا، حيت لقيت راسي انني مرتاحه معاه وكنبغيه. من بعد الوالده ديالي والاب ديالي غيفرضوا عليا ولد خالتي، لقيت راسي انني كندافع على راسي وقلت لهم انا داك السيد اللي ما غيدينيش ولد خالتي بحال خويا. طرقت مع هاد الدري اللي كنت انا كنهضر معاه اللي سميتو منصف. طرقت معاه الهضره، قلت ليه شوفي الا بغيتيني غتجي على اقرب الوقت، على حساب الاب ديالي والام ديالي فرضوا عليا ولد خالتي. هو غيقول لي انا راك شتيني مازال انا كنقرا، حيت هو ديك العام كيدير الماستر. قال لي غنتخرج ومن بعد غنقلب مني نلقى شي خدمه ولو على قد الحال غنجي نتقدم لك. المهم الام ديالي والاب ديالي بغاو يفرضوا عليا ولد خالتي. قلت لهم شوف انا النهار نمشي عند خالتي ونرجع ما تلومونيش. من بعد صافي، من بعد غنفرض على منصف انه يجي لدارنا. ملي قلت لي على الاقل اجي وهضر فيا، وديك الساعه شوف بعدا غير والديا اش قالوا لك. ما بغيتش انا صراحه نضيع الفرصه ديال ولد خالتي، وفي نفس الوقت ما بغيتش هذا الدري، بغيت نعرف اشنو في راسو، ياك ما غير كيقول لي هكا ومن بعد يقول لي بسلامه عليك. ايوا صافي، هو قال لي صافي نهار فلاني راه غنجي نجيب الوالده والوالد. وديك الساعه نتمناو من الله الخير. ايوا قلتها للوالده ديالي، قلت لها شوف نقول لك الوالده راه واحد السيد شافني في الخدمه وبغى يتزوج بيا، راه غيجي غيتقدم ليا ونهار فلاني راه غيجي. المهم الام ديالي قالتها للاب ديالي وهما يدير بحسابهم، وداك النهار طيبنا ووجدنا. المهم منصف جا مع والديه. ملي جاو سولوا الاب ديالي، قال ليه فاش خدامه ولدي؟ قال ليه اود عمي انايا يلاه شاد الماستر، يلاه غنقلب فاش نخدم. الاب ديالي شتو بحالنا ما عجبوش الحال. المهم ملي مشاو الناس تصافتنا معاهم، ملي مشاو الناس جا كيخاصمني، قال لي خليتي راجل كامل ومكمول بدارو بطوموبيلتو وبمقامو وتبعتي ليا هاد السيد اللي باقي ما عنده ما خدام ما ردام. واش غنقول لكم، انا بقى فيا الحال. قال لي الاب ديالي غنقول لهم لا، انا بقى فيا الحال لواحد الدرجه، حيت داك الدري انا مرتاحه ليه لواحد الدرجه. صافي من بعد انني كنلاحظ راسي كنجي من الخدمه كندخل البيت ديالي، ما تليت كنهضر معاهم، ما تليت كنتسوق ليهم، ما تليت كنشد معاهم الموضوع. المهم من الخدمه للبيت ديالي وكنتغدى ما كنهضر مع حد. الام ديالي لاحظت انني ما عجبنيش الحال، مشات طرقات الموضوع مع با وقالت ليه راه هاد البنت هذاك الشيء اللي درتي نتا ما درتي فيها والو، حيت ما تشاورتيش معاها. كنلاحظ ان السيده داك السيد كتبغيه وكيبغيها. قال ليها الوالد ديالي هي كتعرفو، وجاو سولوني قالوا لي واش كتعرفيه؟ قلت لهم ما كنعرفو، ولكن داك السيد مرتاح عليه وبغيتو. من تما لاحظ الاب ديالي والام ديالي ان داك السيد يعني متفقه معاه باش يجي عندنا للدار. ايوا هو يقول لي قول ليه يجيو، ولكن نقول لك واحد الحاجه بنتي، ما اليوم الا كاين شي مشكل ولا نهار يوقع لك شي مشكل انا راه ما كنعرفك ما كتعرفيني. ايوا انا بالجرا مشيت قلتها للمنصف، قلت ليه عافاك راه شنو قالوا والديا. المهم مرحبا بكم. ملي عاوتاني جاو المره الثانيه
جا مع الام ديالو الخواتات ديالو الاب ديالو ما جاش ديك الخطره مريض شويه. الاب ديالي غيقول لهم واحد الحاجه، غيقول لهم البنت ما تقولوش ليا انا راكم غديروا شي خطبه مطوله، بغيتي مرتك بغيتي البنت دير الواجبات ديالك واجي ديها. انا ما نقول لكم غير الله يعاونكم. واش غنقول لكم؟ حتى من العرس درتو غير بالزربه، يعني تعاقدنا، شط راسي مشيت للبيت الزوجيه، يعني غير بحال الا كان حلم. المهم تزوجت، دار لي باك واحد العرس على قد الحال، قال لي انت اللي بغيتي هادشي، ما بغيتيش تمشي بالشان ديالك ومرشان، ما بغيتيش الناس اللي كبروا بيك، ما بغيتيش المقام ديالك، سيري معاه الله يعاونك. انا داكشي كامل ما كيبانش ليا، كنقول انا غنمشي معاه كاع بلا عرس، كيبان ليا ديك الساعه غير انا نجمع مع منصف وصافي. او من بعد ملي درت العرس لاحظت انني مشيت عند واحد العائله، لاحظت انني نسابي انا مازال ساكنين مع باهم وامهم، يعني شي خيانه ساكن مع باه وامو، يعني بحال الا قلتي دار العائله كبيره. ملي مشيت كنلقى راسي انني كندير جوج ميسات، وكنعجن في الصباح وكنعجن في العشيه، يعني العائله كبيره. ولكن اش غنقول لكم، واخا العائله كبيره كيحترموني كيوقروني، يعني ما لقيت معاهم حتى مشكل. وانا داخله سوق جوايه، يعني داخله سوق راسي، وكندير الواجبات ديالي وكنرجع اللور. كنلاحظ ان عكوستي كتهلا في عكوستها، وكنلاحظ ان حمياتي اللي هما خواتات الزوج ديالي كل وحده كتقرا فيهم. انا ما دايراش فيهم عقلي نقول لا يعاونوني ولا خصهم يديروا معايا ولا خصهم يديروا معايا النوبه. لاحظت انني هما كيقراو، كنقول هما كيقراو الله يعاونهم، انا خصني ندير الواجبات ديال الدار. والزوج ديالي ديما كيصبرني وكيقول لي غير صبري، غير نديروا المستقبل ديالنا، اول حاجه غندير هو نكري لك. المهم كنلاحظ انني الحق الهدف ديالي ونتفرق مع هاد العائله بدون مشاكل. وكنلاحظ ان عنده واحد خوه كبير منه وعنده مرت خوه يحطوا لينا ولدهم معاه، هما خدامين بجوج كيحطوا لينا ولدهم حتى يجيو. رغم ذلك كلشي داكشي صبرت ليه على حساب المستقبل ديالي، وعلى حساب باش ما يديو فيا نسابي شي حاجه خايبه، وفي نفس الوقت الزوج ديالي يرضي عليا. هادشي كامل فوت شي 5 سنين ولا 6 سنين مع عائلته. من بعد انا الزوج ديالي غتخرج ليه الوظيفه، غيولي استاذ. المهم اللي غيولي الزوج ديالي الاستاذ، هنايا فاش غترخف عليا، وهنايا غنبقى مازال واحد العامين مع اهله تما فاش غنحمل وغنولد لولدي الكبير، وغيترعرع مع هاد العائله وغيولفوه وغيولفوني. المهم ملي فوتنا عامين قلت للزوج ديالي خصنا نكريو شي دار. قال لي عوض نكريو امرتي خاصنا نقلبوا على شي دار ديال الشراء. مشينا قلبنا في واحد الموقع اللي هو موقع زوين في هاد المدينه اللي نيت حنايا ساكنين فيها، يعني السونتر ديال يعني السونتر فيل. وملي قلبنا لقينا واحد لابارتومون زوينه وفي واحد الموبل بحال الا قلتو حنايا، يعني 3 دموبلات وصافي، ماشي شي حاجه كثيره، وكل موبل ساكنين فيه جوج الناس، يعني سكن اقتصادي في نفس الوقت زوين. شرينا تما قديناها كنفرشوا شويه بشويه، الحمد لله تحولنا لدارنا. سكنت انا والزوج ديالي كندوزو اجمل ايام ديالنا، يعني الزوج ديالي داكشي اللي قال لي بالفعل دارو، عوضني كل شيء اللي حليت بها فمي كيوجدها ليا، يعني كيلبسني كيديني لاحسن ريستورات كناكلو فيهم، كنخرج وقت ما بغيت وكندخل انا والزوج ديالي وقت ما بغيت. المهم داكشي اللي قال لي وفا به. المهم عشنا احسن حياة. من بعد غنلاحظ انا واحد السيد مشهور وكيبان في التلفازه غيشري في داك الموبل اللي شرينا فيه. داك النهار طلع الزوج ديالي من الخدمه ديالو وهو يدخل عندي قال لي
شوفي انا ديك الساعه كنت ولدت الولد الاول، لا ولد الثاني، حيت الاول ولدته مع والديه، عندي الولد الثاني. ايوا قال لي عرفتي شنو شكون اللي غيولي جيراننا؟ قلت ليه شكون؟ قال لي فلان. هاد السيد هو مشهور في التلفازه وكيبان مزيان، يعني شخصيه. ايوا قلت ليه بصح؟ قول بصح. قال لي والله لا هما اللي كيطلعوا الرحيل. قال لي راه هو اللي شت، هو ومرته طالعين في العماره. قال لي عرفتي اش غديري؟ قال لي مع الرحيل وداك الشيء ما غيكونش عنده في الوقت فاش يمشيو يديروا كاسكروت ولا شي حاجه. عافاك وجدي شي حاجه نعرضوا عليهم يديروا معنا الكاسكروت. صافي انا بكل فرح، انا اصلا ديك الساعه كنت كنوجد البطبوط والمسمن، كنت كنديرو في الفريكو. الزوج ديالي قلت ليه سير جيب شي حاجه في الباتيسري، وانا كنوجد واحد الكيكه. خرجت المسمن والبطبوط وسخنتهم ووجدت واحد الكيكه، والزوج ديالي مشى جاب شي ميلفي وشي كرواسون في هاد في باتيسري. المهم وجدت الطبله على حقها وطريقها، من العواصر من القهوه من اتاي من كل شيء. عرضنا على داك السيد وقلنا ليه اجي عندنا الكاسكروت. قال لينا واخا بكل فرح. المهم هنايا فاش غتقلب راس علاقتي بيني وبين الزوج ديالي راسا على عقب، غتقولوا علاش جاب هاد السيد الموضوع. المهم نكمل لكم القصه ديالي. من بعد هاد السيد غيسكن معنا في العماره. ملي سكن معنا في العماره، المهم انني ملي كنمشي انا للحانوت كنتلاقى مع الزوجه ديالو. يعني داك النهار فاش جاو عندنا داروا الكاسكروط، غنذكر لكم بعد هاد النقطه. المهم تعرفنا بعضياتنا، قلت لهم داك النهار الا خصتك اختي شي حاجه ولا بغيتي شي حاجه مرحبا وسهلا، راه حنايا دابا جيران، والجيران الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على جارو. كيما السيد قالها ليه الزوج ديالي، قال لي الا بغيتي شي حاجه. حنايا الناس كنشوفوهم في التلفازه كنقولوا هنا نبات وهنا، يعني كتشوف واحد الشخصيه مغايره للشخصيه الواقعيه. المهم صافي حنا تشرفنا بالسيد والزوجه ديالو وقلنا ليهم مرحبا. صافي من بعد ملي فوتنا واحد السيمانه هكاك تلاقيت مع الزوج مع ملي هبطت انا للحانوت تلاقيت مع الزوجه ديال هاد السيد. ملي تلاقيت معها في الدروج كدير بحال اللي ما كتعرفني كاع، يعني ما كتحاشيهاش ليا كاع، ما بحال الا انا ما كايناش كاع. واحد الخطره دارت معايا هكا. ثاني مره، في الاول قلت انا واقيلا ما عرفاتني، ثاني مره دارت معايا هكا وانا نجي نقولها للزوج ديالي. قلت ليه شوف مرت فلان، قلت ليها كنتلاقى معاه في الدروج كدير بحال ما كتعرفني، حاسه براسها ودايره. قال لي شوفي واش نتيا درتي الواجب ديالك معاهم؟ هذاك الشيء كامل لا ياهم، كل واحد والله يسوق زعما يدخل سوق راسو. المهم واش ما لحقاتك بشي حاجه خايبه؟ كاع بنادم ما بغاش يهضر ما يهضرش، كل واحد الله يعاونه. صافي انا كيما قال لي الزوج ديالي قلت صافي كل واحد الله يعاونه، ما تهضر معايا ما نهضر معاها. انا اصلا ماشي بغيت منها شي حاجه ولا بغيت نتقرب ليها، ولكن لو جيست انه شي واحد جارك يقول لك ولو السلام ولا السلام عليكم ما غيدي ما غيجيب. يعني الانسان بلا ما تصرو بلا ما يتصرك، ولكن السلام بيناتكم والاحترام وداك لاباس كيبغيها الواحد. صافي من بعد دز واحد 15 يوم. ملي دز ديك 15 يوم واحد النهار مع 3 ديال الليل شي حد كيدق في الباب. ملي كيدق في الباب انا كنسمع الباب وشويه كنفيق في منصف. قلت ليه منصف، قلت ليه شي حد مع 3، هذه راه 3 وكيدق في الباب. وهو يشوف من ديك التقيبه ديال الباب وهو يشوف انه مرض داك السيد. ملي شاف قال لي شوفي راه قال لي هاد جارنا اللي ساكن جديد راه مرتو هذيك. ملي حليت الباب قلت لها السلام، قالت لي عليكم السلام. قالت لي الله يرحم والديك يما اسمح لي ملي في اختكم هاد الوقيته راه غير عندي ارجونس وصافي. قلت لها شنو عندك؟ قالت لي راه بنتي الصغيره مع قبل ما نذكر لكم هاد السيده عندها 2 بنات تويمات. قالت لي وحده من بناتي شدتها الازماتيك، يعني شدتها الضيقه. قالت لي ضروري خصني نديها للسبيطار الفلاني باش ندير لها الاكسجين ولا غتخنق ليا.
ايوا انا ديك الساعه فاش غنعيط للزوج ديالي وقلت ليه منصف، عافاك لبس حوايجك ويلا تمشي مع جارتنا راه عندها بنتها مريضه. ايوا الزوج ديالي ما عنده شي اختيار اخر، حيت واخا خدام في الصباح مشى لبس حوايجو وجد راسو، وهي تخلي ليا ديك التويميه الثانيه وخلاتها معايا. قالت لي عافاك خليها معاك حتى نرجع نشوف اش قالوا لي في السبيطار. ايوا هما مشاو مع 3، نقول لكم تقريبا 4 قل ديال الصباح. ايوا ملي مشاو مشات مع الزوج ديالي، داوها للسبيطار. المهم تلفنت ليه قلت ليه شنو قال لكم؟ قال لي راه دابا هي دخلوها المستعجلات، راه غيمشيو يركبوها السيروم وغيديروا لها الاكسجين. صافي. الزوج ديالي من ديك الساعه ما رجع حتى ل7 ديال الصباح، وهو يجيب الزربه الفطار ولبس حوايجو وغيمشي خدمته. وسولته على السيده قال لي راه شدوها، يقدر غتبات تما حتى الغدا حيت بنتها شويه عندها يعني مريضه بزاف، يعني خلات البنت حتى الاكسجين قليل ليها في الدم. ايوا صافي. من بعد غدير ليه التليفون ملي جا هو مع 3 هكاك، دات ليه التليفون قالت لي عافاك اخويا الا كنتي في الدار عافاك اجي اديني راه غيخرجوني انا والبنت غيخرجونا اليوم. صافي الزوج ديالي لبس حوايجو وقال لي راه نمشي نجيب السيده. قلت ليه ماشي مشكل. هي السيده في الصباح جات بدلات حوايجها، دات الفطور لبنتها، عطيت ليها بنتها بدلات ليها البنت الثانيه ورجعتها ليا. من بعد ملي جات مع العشيه، المهم وصلها الزوج ديالي. صافي من تما عاوتاني كنتلاقى معاها في الموبل، ما كدير بحال الا ما عرفتني، بحال الا ما عرفتها. يعني الطبيعه اللي فيها سبحان الله. يعني الانسان بحال الا قلتي غيقضي غرضه ويقلب وجهه. يعني السيده معقلات داك النهار فاش دينا ليها بنتها للسبيطار، ولا داك النهار فاش ديت ليها بنتها وبقات معايا النهار كامل. ولكن الواحد كل واحد طبيعته، كل واحد كيفاش خلقه الله. ايوا من بعد انا غنحمل المره الثالثه. ملي غنحمل المره الثالثه غيجيني وحم ديالي خايب لواحد الدرجه. غنكون نقول لكم المهم غتجي عندي يعني حميتي اللي هي اخت الزوج ديالي، هي اللي طيب ليا على حساب. هما عارفين الوحم ديالي خايب، وهي اللي غطيب ليا وغتجي زعما مسكينه تقابل لي حتى نفوت داك 3 شهور. المهم ملي فوت داك 3 شهور، المهم غنقول لكم انني هملت راسي. حيت اي مراه حامله غتعرف انها كدوز، خصوصا ملي يتبدلوا لها الهرمونات ديال الحامل وداك الشيء ويكون عندها الوليدات. غتكون ناقصه من جهه الزوج ديالها، وتكون ناقصه من جهه حتى الاهمال النظافه الشخصيه. يعني غتكون ماشي داك الاهتمام اللي عندها، ما يكون عندها الخاطر راه الماكله ديالها ولا راسها. المهم كنلاحظ الزوج ديالي ديك الساعه انه غيتبدل عليا واحد تبديله. ما اش غنقول لكم. السيد انا كنبات في بيت النعاسي، هو كيبات في الصالون. المهم كنلاحظ هادشي التغيير كامل، وكنلاحظ ان السيد كيهضر في التليفون بزاف، وان التليفون ديالو ما كيفرقوش، وان التليفون ديالو داير ليه الكود وانا ما عارفوش. المهم ملي كنلاحظ هاد الملاحظات، واخا انا حامله، واخا الهرمونات مش قلبين كامل، ولكن من جانب انني نهمل الزوج ديالي ولا ما ردش البال، كان عيق شويه. صافي من ديك الساعه صافي انا شاكه ان الزوج ديالي كاين شي حاجه. واحد الخطره كنسمعو مع 3 ديال الليل كيقول له لشي حد في التليفون، هادي مرا كيقول ليها واش ناعسه ولا فايقه، كتقول ليه. المهم كتهضر معاه، قال ليه واش نجي عندك دابا ولا حتى الغدا؟ قالت ليه تجيني، قالت ليه المهم انا كنسمع كيهضر كيقول ليه واش نجيك دابا ولا. كنقول مع راسي واه هذا كيهضر من غيقول غنجي هاد الوقيته، من غيمشي في هاد 3 ديال الليل. المهم جاني عجب. المهم انايا صافي درتو في راسي، قلت ضروري خصني نجيب هذا علاش كيتمشى وعليه علاش لاهي.
المهم انا كنت كنسمع بواحد الابليكاسيون، شفتو في اليوتيوب انه اللي بغى يتسجل على الزوج ديالو ولا اللي بغى يتسجل على مراته ولا شي حاجه. المهم قلت انا خصني نستعمل هاد الابليكاسيون، رد البال بعدا نعرف الكود ديال التليفون ديالو وندير ليه هاد التجسس في الواتساب ديالو، نعرف انا مع من. ايوا داكشي اللي درت. المهم دار واحد الخطره مشى كيدوش، هزيت التليفون، رديت البال الكود ديالو، هزيت التليفون ديالو، ملي هزيتو درت فيه داك لابليكاسيون ديال التجسس وانا نخليه صافي. ديك المكالمات كامل كيجيو في الواتساب وداك الرسائل كامل كيجيو عندي، يعني كنراقبو 100%. يعني اي اوديو صيفطو كيجي عندي، واي اوديو جاه كيجي عندي، واي رساله صيفطها كتجي عندي، واي رساله جات ليه من طرف شي حد كنشوفها صافي. ملي شت انا هكا كنشوف انه السيد ديما في الليل كيهضر مع شي واحد، كيهضر مع شي مرأة ولكن ما عرفتهاش. وشي من خطرات كيقول ليها نجي عندك، المهم شي من خطرات كتقول ليه توحشتك وكيقول لها توحشتك. المهم السيد عرفتو انه كيخونني. من بعد تحققت انني خصني نقلب على ديك النمرات ديال من الصوت ما جانيش غريب، ديما كنقول شي وحده من العائله ديالو، ولكن داك الصوت فايته دايز ليا في ودنيا. من بعد ملي قلبت ولوت لقيت ان النمره ديال جارتنا، ديال هذيك اللي مسنده معانا، هذيك اللي مشى معاها للسبيطار، وهذيك ديال مرض ديال داك السيد اللي قلت لكم مشهور في التلفازه. صافي ملي لاحظتها انها هي، قلت تسنى خصني ندير لهم شي فخ. هاد السيد مع كيقول ليها واش نجي عندك هاد الوقيته مع 3 ديال الليل، ملي كنعس انا الزوج ديالي كيخرج من الدار وكيمشي عندها. قلت انا خصني ندير الاثبات وخصني نشدهم قيطي باش نعرف هادشي اللي كيديروا، ونشدو على هاد الخيانه الزوجيه ونبرهنو. المهم بغيت ننتقم. المهم داكشي اللي غندير، قلت للزوج ديالي راه بغيت نمشي عند اهلي شي يامات. غير قلتها له قال لي صافي. قلت لي راه نفوت واحد 4 ايام عند الوالده. قال لي لا لا غير سيري فوتي 4 ايام وسيدي فوتي سيمانه كاع ولا شهر. قال لي ما عندي مشكل، نتيا دابا حامله خصك تمشي تفوجي على راسك وانا ما عندي مشكل. هو كان ديك الساعه قبل ما يوقع لينا هادشي كان دائما كيقول لي ما يخليني كاع نبات عند اهلي، كيقول لي تمشي في الصباح في العشيه تكوني في دارك. ايوا دابا كنلاحظوا انه كيقول لي غير سيري ما عندك مشكل. قلت لي صافي انا عارفه شنو في راسك. ايوا ديك الساعه غنجمع حوايج وليداتي في الصاك وغنجمع المهم داكشي اللي خافت عليه انا من ذهبي من فلوس ديالي من داكشي كامل ديتو معايا، حيت انا ناويه على خزيت. ايوا هنايا فاش غندير الخطا، غندير الخطا ماشي خطا، ولكن في الاخر حسبت انني خطأت وتسرعت. ايوا صافي ملي مشيت عند اهلي المهم خليت ولادي عند اهلي وانا كنخطط لداك الشيء اللي كاين في راسي. السيد صافي قال مع راسو ان السيده مشات عند الوالدين ديالها، يعني ندير داك الشيء اللي في راسي. انا كنراقبو، انا راه مراقبه التليفون ومراقبه الميساجات ديالو، يعني اي محادثه بينه وبين ديك السيده انا عندي في التليفون ديالي. المهم حتى لواحد الخطره قالت لي، قال لي واش نجي عندك ولا تجي عندي. قالت لي علاه فين مشات الزوجه ديالك؟ قال لي والزوجه ديالي راه صدرتها مشات عند امها. قالت لي شوف من الاحسن انك تجي عندي، انا الزوج ديالي عرفتي انا بالحكم ديال الخدمه ديالو، وانا زعما هو داير فيا الثقه وما كيجي على 3 شهور 4 شهور، وكاع الا جا كيجي راه كيقولها ليا قبل ما يوصل. حيت شي مخطرات كيلقاني مشيت عند شي صاحبتي ولا شي حاجه كيقولها ليا قبل. المهم اللهم انا عارفه السيستيم ديال راجلي، اللهم تجي انت عندي ولا انا نجي قدر هي ترجع في اي وقت وتلقاك ونصدقوا في مشكل. ايوا صافي قال ليها امتى غنجي عندي؟ قالت لي غتجيني عندي في التوقيت الفلاني غير نعس البنات واجي. قالت لي غير نعس البنات واجي. ايوا صافي انا خططت وداكشي كامل اللي قالوا بيناتهم سجلته ومشيت لاقرب كوميساريه من جهه
اللي متابعين لينا. وانا نمشيو عند واحد كوميسير تما، وعاودت ليه قلت ليها شنو كاين قلت ليه الزوج ديالي راه مع جارتي، وانا راه حصلت عليه ودرت ليه واحد لابليكاسيون في التليفون، وراه كيخونني مع الجاره ديالي، مرت فلان المعروف فلان. المهم عاودت لهم كل شيء، قلت لهم راه عندي اثبات انه كيمشي عنده للدار، وراه دايرين يمشيو يجي عندها في التوقيت فلاني. هما دايرين معايا نمشي، يعني نحصلهم وندير لهم التليفون، وديك الساعه منين ندير لهم التليفون غير يدخل عندها ندير لهم التليفون ويوقفوا عليه. ايوا داكشي اللي درت. مشيت ملي شفت الميساج ديال السيد والسيده قالت ليه هو متى غتجي، قال لي غنجي معاك مع التوقيت فلاني. داروا بالنهار ما داروش بالليل. المهم حيت هو كيجي مع 3 جا تغدى، اكتريه كيمشي يتغدى في الريستور ملي ما كنكونش. المهم دوش ودار مع السيده التوقيت فلاني غيجي عندها. انا فلتحت داك الموبايل كاين واحد البلاصه تحت الدروج كنديروا فيه واحد الماطر، ولا كنديروا فيه شي حاجه شي بوسيت ديال شي واحد. المهم تما فاش مشيت تخبيت، وكنتسنى امتى يدخل عندها باش تسد الباب باش انا ندير التليفون للبوليس. داكشي اللي وقع. ملي دخلت عنده درت التليفون للبوليس، ودرت التليفون لجوج خوتي، ودرت التليفون للام ديالي والاب ديالي، والتليفون لخوه هو والاب ديالو امه. جمعت العائله كلشي. قلت انا ديك الساعه باش نتشهدهم على داكشي اللي وقع وداكشي اللي غيوقع. ايوا داكشي اللي بالتوقيت الفلاني كلشي حضر، كلشي جا بالبوليس بوالديه. المهم درت ليه واحد الشوهه عالميه، كلشي مع تما الشارع وكلشي اللي جا اش وقع. السيد لقاوه مع السيده. المهم شوهه عالميه، يعني شوهدوا واحد الشوهه دايزها الكلام. انا هادشي كامل اللي درتو خطأ. يعني كان عليا نحضر البوليس، ولكن ما خصنيش نحضر لا والديا لا والديه. ايوا ديك الساعه فاش هزوه ملي دقوا عليهم في الدار خرجوهم متلبسين، يعني هو لابس الشورت وهي لابسه حوايج داخليه، يعني داكشي مشوه. خرجوهم طلعوهم للصافيت. وهنا فاش غيلومني لا عائلتي لا عائلته. حيت علاش؟ هذاك السيد اللي قلت لكم معروف في التلفازه وعنده نفوذ وعنده شخصيه، اش دار؟ انا ما سمحت للزوج ديالي، قلت لهم والو غندير اللازم. هو خرج سمح للزوجه ديالو وخرجها بكفاله، اعطى فلوس وخرجها، ورحل وهزو حوايجهم ورحلوا من داك الحومه كامله ومشاو لمدينه اخرى. ووالديا كيلوموني، والدي كيلوموني كيقولوا لي شوف هذا راجل وعنده مرأة، هز مرته وسترها وداها معاه. انتيا اللي عندك راجل وبات وليداتك درتي ليه شوعة عالمية، حضرتي ليه العالي والبادي، وخرج من هادشي كامل خرجتي ليه من خدمته. ولكن ديك الساعة انايا عماني ديك الغيرة، وعماني ديك الحقرة اللي داير ليا، وعماتني ديك الخيانة اللي دار ليا. ما قبلتش، ما بغيتش نسمح ليه. كيجي والدي كيقول لي سمحي لي على ود وليداتك، على ود المنصب ديالو ما يمشيش، ولكن ما بغيتش نسمح ليه وما بغيتش نسمح. المهم تعنت وبقى فيا الحال. والسيد ضربوه ب8 شهور ديال الحبس وكفالة وغرامة مالية. ملي ضربوه بداك الشهورة دار لي خوه الاستئناف وبقات ليه 6 شهور. ملي بقات ليه 6 شهور خلص كفالة، ومن بعدها خرج. يعني من 6 شهور ملي مفوت 6 شهور ديال الحبس خرج راجل اخر. صافي اش غنقول لكم. انا ديك الساعه فاش كان في الحبس يعني كرشي حتى لفمي. الولد الثالث باقي ديك الساعه ما ولدتوش. المهم ما كانش اللي عارفني بحتى شي حاجه ما عدا خوه. داك خوه هو اللي مره كيمشي يتقدى ليا، مره كيمشي يحسنني. والديا كيقولوا لي انتيا اللي دايره داك الشيء طبري راسك. والدي حتى هو يعني ما كانش اللي عارفني بشي حاجه.
كنحس ديك الساعه انني ندمت وتسرعت. كان عليا نجبد الزوج ديالي ونرشدو ونقول ليه هذاك الشيء اللي كدير فيه يقدر الانسان، كاين الشيطان، كاين شحال من حاجه. ديك الساعه كون درت عقلي ودرت شويه، راعيت لوليداتي، ما درتش داكشي اللي كنت درتو. وقدر نمشي نحكي هادشي للوالديه ولا لوالديه يقدر يدير لي عقلو، ولكن هادشي اللي درت خرج على الخدمه ديال راجلي اللي حنايا هي القوت اليومي ديالنا، واللي هي مصدر العيش ديالنا، واللي هي فيها طريطات ديك الدار اللي خلنا شاريين باقي ما كملنا طريطات ديالها. وكنشوف راسي انني دابا في واحد الدوامه ما عرفت كيفاش غنخرج منها. السيد ملي خرج من الحبس ما تلا بغى يشوفني، كيلومني كيقول لي انتيا هي السبب ديال التشرد ديالي والتجرد ديال وليداتنا. كون شتي ما لامش راسو انه هو اللي دار الخطا، هو اللي مشى خانني، ما قالش راسو انني درت الخطا، هو كيلومني غير انا. وهذه هي قصتي وقصة اختكم لطيفة. دابا كنتسائل مع راسي، انا بغيت نطلق ولكن هو ما بغاش يطلقني. السيد ولا كيتعاطى المخدرات ولا كيتعاطى الشراب والكارو، وانا دابا ما عرفت اش غندير. ندمت على هادشي اللي درتو، ولكن هاد القصة درتها على حساب الناس، العيالات اللي كيلقاو الازواج ديالهم مع شي وحدين. المهم قبل ما ديروا شي حاجه، نقول لكم فكروا بزاف، عارفين انهم هما عندهم الخطا، ولكن راه كاين شي مواقف كيلوحوك في شي مواقف اخرى. حيت دابا ملي انا الزوج ديالي تخلى عليا وتخلاو عليا يتخلاو عليا الزوج ديالي، شتا انا حتى واحد ما هازني، ما حينتي لولادي الصغار، ما حينتي نمشي نخدم، ما حينتي الوالديه قالوا لي عاومي بحرك، والدي يقول لي عم بحرك. المهم السنة اللي كان عندي يعني ما راعيت ليش، واخا هو اللي دار الخطأ، ولكن كان عليا نصحح داك الخطأ بلا ما يولي اخطاء بحال هكا. المهم هاد القصة بغيتها للعبرة، باش اي وحدة طاحت في شي خطأ خص تراجعو مزيان وتشوف فيه، باش تخرج فيه بالايجابي، ما تخرج فيه بالسلبي. اللي انا خرجت على راسي وخرجت على وليداتي وخرجت على الزوج ديالي، دابا ما بغاش يطلقني، وانا عايشه في الفقر وعايشه في التهديد باش الدار يخرجونا منها، حيت طريطات ديال البنكه ما كنخلصوهمش. والزوج ديالي دابا مره يتقدى وليداتو، مره ما يتقداش ليهم، ولا مبلي ولا كيسكر. المهم اش غنقول لكم، هاد الحاله اللي انا فيه ما بغيت حتى العدويه. وكنشكركم ونتمنى تابوني في